زمان قالوا ان الجلد مراية المناعة، وده حقيقي لان كتير من الامراض الجلدية امراض مناعية في الاساس، ولان الامراض المناعية كتير منها له اعراض جلدية، بعيدا طبعا عن الامراض الفطرية والعدوى البكتيرية والحاجات دي. النهاردة هنتكلم على الجلد كمراية للمناعة، وامتى اروح لدكتور روماتيزم ومناعة، وامتى اكتفي بدكتور الجلدية. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. بداية كده اي حد عنده اعراض جلدية فقط بدون وجع في المفاصل يروح لدكتور الجلدية الاول. قاعدة: دكتور الجلدية هو اللي هيقدر يقول له اذا كان في شيء مناعي ولا لا. طبعا انا عارف الرد اللي هيتقال لنا، رحنا لدكاتره الجلديه كتير قوي ومفيش نتيجه، او بيكتفوا بالمراهم بس. في الحاله دي بنطلب من الدكتور بس اسم التشخيص. اذا اسم التشخيص واضح بالنسبه للدكتور وفي حاجه مناعيه، واحنا طبعا بندور كلنا ليل نهار على جوجل، ساعتها نروح لدكتور روماتيزم ومناعه عشان نساله ويكمل التحاليل. لكن لو قال ان مفيش اي حاجه مناعيه مفيش داعي خالص. الحاجه التانية، في امراض مناعيه صحيح في الاساس لكن علاجها كله بيبقى عند دكتور الجلديه، زي البهاء مثلا، زي الصدفيه لو مفيش تاثير في المفاصل، زي ان يكون في طفح جلدي ظهر نتيجه حساسيه دوائيه. كل الحاجات دي دكتور الجلديه الاستاذ الاستشاري اللي فاهم كويس قوي في المناعه، مش اللي بيشتغل بس الحاجات بتاعه التجميل، هيقدر جدا ان هو يعالجها. امال امتى بقى اروح لدكتور روماتيزم؟ واحد، لما احتاج استخدم ادويه مناعه زي الادويه اللي بيستخدمها دكتور روماتيزم زي الميثوتريكسيت والليفلوناميد والادويه البيولوجيه. اتنين، لما يكون في كمان اجهزه اخرى في الجسم متاثره غير الجلد، زي الرئتين، زي الاوعيه الدمويه، زي ما يكون في مشاكل في الكلى. تلاتة، لما يكون في اوجاع في المفاصل، سواء كانت مفاصل طرفيه زي الايدين والركبتين والرجلين، او كان في وجع في الظهر او الرقبه. أربعة، لما الموضوع يطول عن 3 شهور وما يكونش فيه استجابة. خمسة، لما يكون في تحاليل مناعة إيجابية، بالذات ال ANA أو معامل الروماتويد أو الساركويد طالع التحليل بتاعه عالي. طبعا في تعاون مستمر ما بيننا وبين دكاترة الجلدية، وحالات كتير قوي احنا بنعالجها مع بعض، وساعات كتير قوي بنبعت لهم عشان ياخدوا عينة من الجلد لأن احنا محتاجين نأكد التشخيص. وكتير من الأمراض بتاعتنا زي الذئبة الجلدية مثلا ما بتتشخصش غير بعينة من الجلد، وبالتالي ده مفيش تعارض خالص ما بين دور دكتور الروماتيزم ودور دكتور الجلدية، بالعكس في تعاون مستمر. دي كانت نبذة بسيطة عن الجلد والمناعة، ودمتم سالمين.